السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو سوف أعطيك خلاصة العملات الرقمية وما يتم الترويج له حولها، وهل يمكنك الولوج إلى ذلك العالم أم من الأفضل التراجع والاحتفاظ بمالك. سوف أعطيك كيف تدور اللعبة، كيف أن هناك مستفيدين، وكيف تتم التضحية بالآخرين. سأشرح لك بالتفاصيل. أول شيء يجب أن تعرفه أن في سوق العملات الرقمية هو موضوع حساس، فيه جانب خفي لا يراه معظم المستثمرين، وهذا أمر يزيد من خطورة هذا المجال. أول شيء يجب أن تحذر منه هم الحيتان. من هم الحيتان؟ الحيتان هم أفراد أو كيانات هي التي تمتلك كميات ضخمة من العملات الرقمية، آلافا أو ملايين، مثلا البيتكوين. ما الذي يفعلونه؟ يرفعون السعر فجأة بشراء كميات ضخمة لإغراء الآخرين بالشراء. كيف أن السوق يتحرك وأنه وقت الشراء وأن هناك تهافتا كبيرا على هذه السوق، ثم فجأة عندما يبدأ الناس في الشراء يبدأون هم في البيع، ويسمى هذه الطريقة تسمى الدامب باللغة الإنجليزية، مما يؤدي إلى انهيار السعر وخسارة الصغار. الهدف من هذه الطريقة هو الربح من التلاعب بالمشاعر، يعني مشاعر السوق، وتسمى هذه الطريقة طريقة الطمع والخوف. المسألة الثانية الضخ والتفريغ، بامب اند دامب. هذه الطريقة هي طريقة احتيالية معروفة خصوصا في العملات الصغيرة، اللاو كاب كوين. ما الذي يفعلونه وكيف يتم ذلك؟ مجموعة من الأشخاص، أو مثلا قناة تيليجرام، أو هناك صفحة تروج لهذه المسائل مثلا على الانستغرام أو تيك توك، أو هناك قناة على اليوتيوب مثلا يتابعها الكثير من المشاهدين. ما الذي يفعله هؤلاء الأشخاص في تلك القنوات؟ يتفقون على شراء عملة مجهولة مثلا اسمها إكس، ثم يتم الترويج لها بكثافة على وسائل التواصل لمدة تصل إلى 6 أشهر. يرتفع السعر بسرعة، يتهافت الناس بسرعة ويقولون بأن السعر ماض في الارتفاع، ثم يفرغون الكمية ببيعها دفعة واحدة على المستثمرين الجدد، ويسمى هذا الدامب. التلاعب بالمشاعر عبر الإعلام. بعض الجهات تنشر أخبارا سلبية أو إيجابية مضللة على مواقع مشهورة مثلا بهدف التأثير على السوق. مثلا إشاعة دولة إكس سوف تمنع البيتكوين. ما الذي يحدث؟ جميع المستثمرين من تلك الدولة يبدأون في بيع البيتكوين الخاص بهم، مما يسبب انهيارا في ثمنه لأن العرض أكثر من الطلب. أعطي مثالا آخر، أن إشاعة إيلون ماسك مثلا اشترى الدوج كوين، فقام الدوج كوين بارتفاع صاروخي، لكن الأمور لم تكن كذلك. يقال مثلا بأن منصة رقمية سوف تدعم البيتكوين، وأنه سوف يتم التعامل به، أو عملة ما غير البيتكوين، وسوف يتم التعامل بها كعملة رسمية في تلك المنصة. لكن تلك الأخبار لا تكون سوى مجرد تلاعب بالمشاعر. والآن سوف أعطيكم نبذة ودليلا مثلا من شركة الصحافة العالمية رويترز عن ما قام به ترامب من استغلال لسلطته ومكانته في إطلاق عملة مشفرة، لكنها كانت فخا لصغار المستثمرين. وسأعطيكم أرقاما تبين لكم حجم الكارثة. مثلا جمعت الكيانات المرتبطة بترامب مبالغ ضخمة من رسوم التداول بلغت أكثر من 100 مليون دولار في أقل من أسبوعين. اشترى صغار المستثمرين كميات كبيرة من هذه العملة، حوالي 600 ألف محفظة، أي أن 600 ألف شخص قاموا بالاستثمار في هذه العملة. بلغ مجموع ما استثمروا 3.87 مليار دولار، بينما حقق المستثمرون أكثر من 1.5 مليار دولار أرباحا. هذا ما قالته رويترز. أما في الواشنطن بوست فإنها قدرت حجم خسائر المستثمرين الصغار، أي قرابة 67 ألف مستثمر استثمروا حوالي 15 مليون دولار، خسر معظمهم. مثلا مستثمرة أنفقت 32 دولارا في غضون أيام تراجعت إلى 11 دولارا. أما صحيفة The Guardian فإنها وصفت المشروع بأنه خطة فساد منظمة تخلط بين الوصول السياسي والتربح الشخصي، وهو ما تصفه The Guardian بأنه يمس معايير الشفافية والأخلاقية. أرباح كبار المستثمرين منهم ترامب وعائلته أكثر من مليار دولار لأكثر من 60 من عائلته والمقربين منه. المسألة التالية الروبوتات Trading Bots. الكثير من المنصات والأسواق يستخدم فيها روبوتات تقوم بعمليات بيع وشراء سريعة جدا للتحكم في السعر، ويقوم بوضع أوامر وهمية لإيهام الناس بتحركات السوق. يقوم بعمل شعارات زيادة ونقصان في الثمن لكي يقوموا باستدراج الناس لعملية الشراء. بعد ذلك يقومون بإنزال الثمن مرة أخرى، ثم يقومون بعد ذلك بزيادة تخفيض الثمن، فيتهافت الناس ويظنون بأنها مرحلة الهبوط فيشترون بكثرة، وبعد مدة سوف يرتفع، إلا أنهم يقومون بإنزالها إلى الهاوية، فيبدأ الناس في الجري والتدارك وبيع نصيبهم بأقل ثمن ممكن أو بالثمن الحالي الممكن،
خوفا من الهبوط. أيضا هناك منصات تتلاعب بهذه الأمور. نعم، هناك منصات التداول نفسها قد تكون طرفا في التلاعب، مثلا تأخير تنفيذ أوامر خلال الانهيار. مثلا عندما تقوم ببرمجة روبوت خاص بك يقوم بالبيع قبل النزول إلى ثمن معين، مثلا يبلغ ثمن العملة، نقول مثلا ثمن العملة الصغننة مثلا $100. تقول أنت تبرمج الروبوت للبيع عند الوصول إلى كحد أدنى إلى $80، يعني أنت تضحي مثلا $20 لكي لا تكون خسارتك كبيرة. فماذا يفعل أصحاب المنصات وما إلى ذلك؟ فهم أحيانا يؤخرون تنفيذ هذه الأوامر التي تبرمج عنها الروبوتات، فيحدث فارق زمني قصير يؤدي إلى خسارتك مبلغا أكبر، وذلك بدراسة السوق ومجمل من يطلبون السحب مقارنة مع مجمل من يطلبون الشراء. تزييف حجم التداول واتش تريدين لخلق وهم النشاط. ما الذي يقصد بهذا؟ يتم التلاعب بالبرامج لكي تبين لك بأن هذه العملة في تحرك مستمر، وأن الإقبال والتهافت عليها كثير لدرجة أنها لا تتوقف، وبأنك إذا لم تستغل الوقت وتقوم بالشراء فإنك سوف تخسر فرصة للربح. لكن كل تلك الأمور هي مجرد أوامر وهمية عن طريق روبوتات وسيرفرات تقوم بخلق هذا النوع من النشاط في كل منصة من منصات التداول. الفخ الأخير هو تكرار السيناريوهات الزمنية. ماذا يوجد؟ يوجد هناك طريقة أو أنماط يستغلون تحليل بعض المحترفين في هذه العملات الرقمية. يقوم هناك محلل للإشارات الزمنية، يقومون بوضع نمط متكرر من الارتفاعات والانهيارات مما يدل على وجود تحكم خارجي. خلاصة، أريد أن أخبر كل الأصدقاء أن العملات الرقمية ليست لعبة عشوائية، بل ميدان ضخم يتصارع فيه اللاعبون الكبار ويقع فيه الصغار ضحية لطمع وقلة الوعي. كيف تحمي نفسك؟ تجنب العملات الجديدة بدون شفافية والتي ليس لها تاريخ. المسألة الأخرى، يجب عليك مراقبة اللاعبين الكبار، وهذا صعب جدا لأن هناك مجموعة من المضاربين الذين يقومون ببيع أتباعهم. وأقول هذا عن تجربة، لأن عندي صديق مضارب من أكبر المضاربين في المغرب، لكنه يحكي لي بعض التفاصيل حول هذه الأمور وكيف تتم، وأن هناك عملية بيع وتضحية بكل أتباعه. هذه الطريقة تعتبر طريقة غير ناضجة في اتباع شخص آخر والقيام بما يقوم به تقليدا بدون تحليل أو فهم. والمسألة الأخيرة هي ظاهرة الفومو أو الشراء الجماعي. أحذرك منها. عندما تكون هذه الظاهرة منتشرة وتسمع أن هناك عملية شراء بأعداد مهولة وأن هناك تسابقا، حتى ولو تسابق أناس مشهورون في ذلك لا تتبعهم، فقط خذ حذرك وقم إذا كانت لديك أموال قد استثمرتها في تلك العملة فمن الأحسن من الأفضل أن تقوم بسحبها. والمسألة الأخيرة هي مسألة أنصح بها كل من يريد دخول هذا العالم عن تجربة. المرجو منك عدم المغامرة والتضحية، ولهذا سوف أقوم بوضع حلقة جديدة تتحدث عن الاستثمار المضمون. هذه الحلقة سوف تكون حلقة ممتعة تتحدث حول أنواع الاستثمار المضمون والذي تكاليف الخسارة فيه شبه منعدمة.